السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب بيراميدز الكرواتي فيروتيتش يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه النهارده على المصري وتعادل بيراميدز مع الزمالك، ويعلن رحيله عن بيراميدز بسبب ما يحدث في الدوري المصري. هنشوف قال ايه بالصوت والصورة، لكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي النهارده على بيراميدز ليرفع الأهلي رصيده ل 69 نقطة ليصل للفوز ال16 على التوالي. فقد صرح مدرب بيراميدز اللي المفروض ما كانش بيلعب النهارده مع الأهلي، كان بيلعب مع الزمالك، وأدلى بتصريحات بعد مباراته مع الزمالك وقال: لقد أصبت بالصدمة والحسرة النهارده بعد تعادلنا مع الزمالك، وأيضا بعد فوز النادي الأهلي على المصري. الأهلي بقى هو اللي بيحكم، وبقى كل الفرق هي اللي بتحاول تهيأ للأهلي الفوز بالدوري، وده اللي شفناه من مدرب المصري النهارده علي ماهر. الأهلي وصل للمباراة 16 على التوالي دون خسارة أو حتى تعادل، فكيف سيخسر نقاط في المباريات القادمة؟ الأهلي اقترب بنسبة 100% من حصد لقب الدوري. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: هل الأهلي بيفوز بالحكام على عكس الزمالك وبيراميدز؟ فرد وقال له: الحكام بيخطئوا في كل الدوريات، ولكن الأهلي مش بس الحكام هي اللي بتعديله الماتشات، لا، كل حاجة بقت مهيئة للأهلي. النهاردة علي ماهر عدى الماتش للأهلي، لكن الزمالك النهاردة احنا تعادلنا معاهم، وكانت مباراة متكافئة من الطرفين، وأكيد الزمالك مش هيكون حابب يفوت لنا الماتش، خصوصا ان هو فوت قبل كده وانسحب قدام الأهلي في ماتش ادى للأهلي راحة 3 أيام، وده اللي فرق مع الأهلي دلوقتي. أنا بهدي الدوري إلى النادي الأهلي هذا الموسم. طبعا النهاردة أنا بفكر إن أنا خلاص أسيب نادي بيراميدز بعد النهاردة تعادلنا مع الزمالك، لأن خلاص كده اللي بيحصل ده أسوأ حاجة شفتها في حياتي، ويمكن انتوا بتشوفوا اللي بيحصل مع المنتخب الأولمبي، وده كله بسبب اللي بيحصل في الدوري المصري. أعتقد لا وجود للمنافسة مع النادي الأهلي في مصر، لأن النادي الأهلي هو أكثر نجاحا وإبهارا في الدوري المصري وفي أفريقيا، أيا كان بقى النجاح ده جاي له منين. أنا بلغت إدارة بيراميدز رسميا إنني سوف أرحل نهاية هذا الموسم عن نادي بيراميدز نهائيا، لأن الوضع بقى صعب جدا في ظل وجود النادي الأهلي. وتعادلي مع الزمالك النهارده ما أحزنيش، لأني متأكد إن الأهلي خلاص مش هيفوت ولا نقطة في كل مباراة